سلام عليكم. الركراكي يعقد ندوة صحفية قبل ودية موريتانيا. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم السبت أن الناخب الوطني وليد الركراكي سيعقد يوم الاثنين المقبل ندوة صحفية بقاعة الندوات بالملعب الكبير بأكادير بداية من الساعة 21:30 ليلا. وأضاف المصدر ذاته أن عناصر المنتخب الوطني ستجري مباشرة بعد الندوة حصة تدريبية مفتوحة لمدة 15 دقيقة الأولى أمام وسائل الإعلام. من جهة أخرى، يعقد مدرب المنتخب الموريتاني أمير عبدو ندوة صحفية بداية من الساعة 8:45 ليلا. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الموريتاني يوم الثلاثاء المقبل الساعة 10 ليلا بالملعب الكبير بأكادير. خلاف بين حكيم زياش وإبراهيم دياز. الجامعة تحسم الجدل. خرجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتوضيحات تهم وجود خلاف بين لاعبي المنتخب المغربي حكيم زياش وإبراهيم دياز عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت أسود الأطلس بأنغولا أمس الجمعة. وكذبت الجامعة مؤكدا أن الأمور جيدة بين الطرفين، نافيا وجود خلافات بين الطرفين أثناء أو قبل أو بعد المباراة الودية ضد المنتخب الأنغولي. وأكد الناطق الرسمي باسم المنتخب المغربي الأول مراد متوكل أنه لا وجود للخلافات، قائلا: لم تكن هناك مشكلة بين اللاعبين، كل شيء سار بشكل جيد. ويبدو أن ناشر الإشاعة اعتمد بشكل كبير على طريقة تنفيذ الضربات الثابتة عند المنتخب المغربي حين يجتمع 3 لاعبين وهم إبراهيم وأشرف حكيمي وحكيم زياش أمام الكرة لتنفيذ الركلة. وكشف مصدرنا أن الأجواء جيدة داخل المنتخب المغربي بعد الفوز على أنغولا ودخول مرحلة الإعداد لودية موريتانيا الثلاثاء القادم. لاعبو أمل العروي يتعرضون للضرب من طرف لاعب وداد صفرو. تعرض لاعبو أمل العروي لاعتداء خطير من طرف لاعب وداد صفرو بعد نهاية المباراة التي جمعت الطرفين اليوم الأحد بالملعب البلدي لصفرو لحساب لقاءات بطولة القسم الثاني هواة شطر الشمال الشرقي. وتعود تفاصيل الواقعة للحظة انتهاء المباراة بفوز فريق أمل العروي ب3-1، حيث قام لاعب فريق الداد الصفري بالهجوم على لاعب الفريق الزائر بطريقة وحشية. وتعرض لاعب فريق أمل العروي لاعتداءات خطيرة بعد صافرة النهاية أمام إنذار الجماهير التي كانت حاضرة في المدرجات، كما دخل بعض مسؤولي فريق الوداد الصفري بدورهم في هذه الحرب بعدما قاموا بدورهم بالاعتداء على لاعب الفريق الزائر. وينتظر أن يتعرض فريق الداد الصفري لعقوبات ثقيلة عقب هذه الأحداث غير الرياضية والخطيرة التي تسبب فيها لاعبه بعدما دفعتهم مرارة الخسارة بالميدان للاعتداء على مكونات الفريق الزائر. رحيمي يعبر عن سعادته بالعودة لصفوف المنتخب. نشر الدولي المغربي سفيان رحيمي لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام صور له رفقة الأسود في المواجهة أمام منتخب أنغولا، عبر فيها أنه سعيد جدا بالعودة للدفاع عن قميص المنتخب الوطني وشكر الجماهير المغربية على المساندة. وتلقى رحيمي إشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المستوى المميز الذي بصمه في أول ظهور رسمي له مع المنتخب الوطني بعد العودة إلى صفوفه. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي قد حقق الفوز في المباراة الودية أمام أنغولا بنتيجة هدف دون رد.